لو سألت أي أهلاوي إيه أكتر لحظة عمرك ما هتنساها، هتلاقي اسم واحد بس بيتكرر: محمد أبو تريكة. تريكة ما كانش مجرد لاعب، ده كان رمز وكان أسطورة وحالة مش هتتكرر. من أول ما لبس تيشيرت الأهلي سنة 2004 وكل تمريرة كانت فن وكل هدف كان رسالة. فاكر هدفه في الصفاقسي، الهدف اللي جه في آخر لحظة من عمر النهائي، الدقيقة 92 لما الأهلي كان خلاص راجع من غير البطولة، لكن أبو تريكة قال لا، لسه في وقت للفرحه، وفعلا سجل وفي ملايين دمعت، وفي نفس اللحظه نفس الملايين فرح. ابو تريكه مش بس بطل في الملعب، لكن قائد في كل حاجه. اخلاقه ومواقفه وكلامه وحتى سكوته كان له معنى. في كل بطوله لعبها مع الاهلي كان دايما عنصر الحسم، من دوري ابطال افريقيا للسوبر للدوري. كل لحظه تاريخيه كان دايما فيها ابو تريكه. وكل ما الزمن بيعدي كل ما بنكتشف ان احنا كنا بنعيش عصر مش طبيعي، عصر ابو تريكه اللي حبوه الاهلاويه قبل ما يشوفوه بيلعب. ده ما كانش مجرد نجم، ده كان جزء من تاريخ الاهلي. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه، واستنى حكايه جديده من حكايات التاريخ اهلاوي. في النهايه الاهلي دايما في القلب. سلام.